ممن قد جاء حمدا لمن جعل أولياءه وسيلة له ممن قد جاء حمدا لمن جعل أولياءه وسيلة له ممن قد جاء إرادة بذاك أنبياء والكل بالصفاء قد أشاء وضربت أمثال للأمثال حشا ويعرف في التمثال لأنه عما في قلب يخطر جل وما في العين قد يصور مخالف لخلقه بكل ما يصدر منه أو لما توهم وليس يعرف بغير فضله وبالدليل أعني أصل خلقه أما دليل العقل إن البطلاء فقد يضل بما قد جاء إلى رتبة خير الخلق من خالقه ورتبة النواب بعد نقله من دارنا إلى جوار ربه صلى عليه حقه وقدره وارضى عن الشيخ وعن وارثه عن حمى الإله من كفاره وبعد ما لم وفق الإله أنا وأنت لله يرضاه يا سائلا عما من الدوائر على ثلاثة ميلاد حول دائرة الخالق والخلائق والبرزخ الذي في الأمر مطلق دائرة الصفات والأسماء والذات فجعلا بها بقائي دائرة اليقين علم كذا كعينه وحقه والذي دائرة الكون في علم القدر وعدم الأرواح والتظاهر دائرة الملك كذا الملكوت وزر مع ذات الجبروت دائرة التكليف للإنسان والجن والأملاك يا إخواني دائرة الموت أبي الحياة والبعد يوم كل نفس تالي دائرة لكلمة الشهادة نفي وإثبات ومستفادة ثلاثة منها الإله للذي في سره سر المسؤول فاعتد دائرة الإتيان بالجنان والنطق باللسان والأركان دائرة الأمر على الفرض عسل والنرب وسنتها قد ثبت دائرة الطريق علم عمل ثم هما بعدها تحمل دائرة السلوك بالمريد وبالدليل ثم بالمشيد دائرة القطب ومن يسار وباليمين وذا نشار دائرة الفروع بالعبادة معامل ثم القضاء بالملة دائرة النحو على الاسم بالفعل والحرب بذاك ينتمى دائرة التفضيل بالإجمال بين الخلائق والانفصال فالكون كله من فيض المصطفى ما بين ظلمة ونور لا خفاء والفضل قد خص لآل النور وبعضهم خص عن الجهور فخصت الأملاك بالوقار وبحضور حضرة الجبار فإنهم لذاك أكمل البشر وبعضهم عن بعضهم قد اشتهر وخص الإنسان بثقل ما حمل من الأمانة وما له حصل من كونه خليفة المؤمن بأرضه ولا لأمر بينه وخص من بني خليفة الصمد طائفة بالفضل عن كل أحد وهم على دوائر العشاب رسل والأنبياء والأقطاب
فالرسل قد خصوا بما لغيرهم وبالرسالة خلق دهرهم صاروا إذا وسيلة للخلق إلى النجاة من عذاب الحق والأنبياء تنبهوا فانتبهوا وقد رأوا من ربهم ما يشتهون ولم يصل منهم إلى الخلائق لعدم الإذن لهم من خالق وختموا أجمعهم بأحمد وصار أمره كما به بدا وإمامهم كما أمامهم لكونه من قبلهم علمهم وختمهم به كما قد كملت به الرسالة كما به بدت ككونه من قبلهم تنبأ وآدم بين الذي تشرع وفضله عليهم قد ظهر لكل من بالفضل قد تظاهر دائرة الأقطاب قد تشيء فمنهم الرسول والنبي وكل وارث أمد من سبق على الذي قدر له وما سبق فمن على عيسى ومن ليوسف ومن على الخليل أمره يفي ومن على محمد قد ختم به الجميع أيما وأينما والأولياء يعلمون أنه يكون واحد ولكن أينه وكلهم قد ادعى مقامه وتاب مما خيل الأوهام كالحاتم تاب مما قد حصل في ذهنه ظنا بلا قطع حصل والقطب مكتوم عن العوالم وعن جميع العرفاء العالمين وليس يدري نقيب البشر لكن أمره لخير البشر به ختام والابتداء فذاك رب له أشاء وهو بحمد الله قطبنا الأبر قد خصنا بذاك الأمر المشتهر حمدا يدوم بدوام النعم ما دام ملك الله في العوالم حمدا يدوم بدوام النعم ما دام ملك الله في العوالم فالفضل بالفضل بلا مرية ولا يكون بارتقاء رتبة لو كان بالذين فاز العلماء برؤية الشيخ بما قد علم والشيخ ما دسف حقا بالمقام إلا بنيله العلا من المرام وقال يا رجل له خير عنهم أنت خليفتي وصاحب الختم أنت بني حقا على الذي أتى لك المقاصد مني ولا بقت عليك منة لشيخ سابق إني مربك وبي ترتقي وبعد ذا أذنه على العطاء فامتنع الشيخ وأسبل العطاء سيكون شده قضى منا لقومي كل ملاقة المنى وأن يكون عنه بالتولية عليهم بصحة تربيتي وقال صلى الله أصحابكم عليه أصحابي ولا يقويكم وعن تحاور فقد نهاهم وقال للشيخ فما أذاهم أذلنا كقوله بحق من أذى صحابيا بذلك الزمن وباعتنائه به قال لهم تلامذي وفقرائي لهم ولا تزور غير أصحاب الكرام صونا لهم عن التداني في المقام طريقه خاتمة للطرق ليست تجي من بعدها وأطلقي طريقة جديدة تتابع لليله مقام المرتفع واعلم بأن فضله على الوراء كجدي بلا مرى ولا افتراء فالشيخ سيد لغير الأنبياء والجد للرسل أولى والأنبياء
وأخذ الأولياء منهم قبله كأخذ الأنبياء شهادة لهم. ولا يظن جاهل بختمه أن ليس تاج الأولياء قليل والأولياء بتمام الزمن فإن خلا منهم كان لم يكن. فالختم أمر المقام يعرف والقطب دونها ولا تعسف لكنه بعد مقام الأنبياء وفوق في المقام كل الأولياء. الأنبياء شربوا من النبي وكلهم شربوا من اجتبه ومعهم شرب من ذي المشرب عن الله قد شربوا من النبي ومعهم شرب من ذي المشرب عن الله قد شربوا من النبي ومنه قد شربت الخلائق وفوقهم مشربنا المحقق. فأخذنا منه عيانا يا لنا كأخذ أصحاب النبي يذهب لنا فالكل منه غير أن من تلا واستنى بالسنة نطقا قبلا. فالكل منه غير أن من تلا واستنى بالسنة نطقا قبلا. وإن أتى المهدي من أصحابه لقول شيخنا ألا تنتبه. ولن يموت من يحب شيخنا إلا إذا نال ولاية المنى وكلهم يموت بالولاية إذا عدا على صوى المحبة. وغيرهم من كل ما قد عبد فرضا ونفلا ضعفا وقبلا يرون منه ضعف ما قد ألف إلى انتهاء العد أن تألفا. وهم كل وقت ذاك العمل فالله منه لهم لطف جلي. وهم رقود وقت ذاك العمل فالله منه لهم لطف جلي. ومن يسوءهم أساء المصطفى ويسلب الإيمان والمعارف. وقال الشيخ أحمد التجاني تأتيكم الفيضة يا إخواني. قال فما قد غار وأمرها إن كان شمس طلعت طوبى لمن في عينه شعاعها وحب من في قلبه طلوعها. فإنه بسرها المكنون فزا وسر سرها المسنون صاحبه ثالثة الدوائر والله للذي يشاء القادر. نبينا على جميع المملكة والشيخ بعده وذاك ملكا. وبعد شيخنا فما تخلف على طريق سوى المصطفى. عن الخلافة التي لها البقاء بكل أمن جاز أن قد يرتقى. لو جاء من قد كان للخلافة لشيخنا ووقته وشافها فصار تاركا لما كان به ودخل البيت من أصل بابه. فالحذر يا إخواننا عن التأخر لما قد جانا. فالشيخ بعد أن يتم أمره فالخبر جابر كاك قاره. فالشيخ قد تحيا به الأديان وينشري الحديث والقرآن. لأنه مجدد للدين وقد يراد بالتمييز. تأخر الشيخ بمال شيخنا وشيخنا عن جد نبينا. فذاك رحمة بنا من ربنا لعل ما فيما بدارنا بنا سر الإله والنبي مطلقا. والشيخ في شيخ وقد حققا. عليهم الإله سيد العوار ابن محمد بن سيد عمر. والشيخ جاءنا بما قد جاء نبينا لقومه براء. وهو لا إله إلا الله وقبله فالذكر لا نراه.
وقال قوم شاهدوا مقامه وشاهدوا مقام من أقامه. والذكر ليس من طريق شيخنا وما دروا بسبهم أستاذنا لضعف ما لهم من الطريق وضعف ما من التحقيق. والشيخ في طريقة التجاني كالشيخ في طريقة العدنان قد كملت به وفاء نورها وشيخنا إمامها وبحرها. على طريقة التجاني طريقة كاملة وصافية شهد قلت شيخنا قطب الورى لسريان سره بلا مراد. أو شئت قلت إنه خريبة فأمر ذاك أوضحته ملته. عطاء شيخنا عطاء مطلق من ربي بالعلم والوثائق. وذاك حاله إذا لم تدري فاعلم على ثلاث في سير دائرة الإله باصطفائه قد ارتقى فيها لكبريائه. وهكذا دائرة النبي قد ارتقى فيها إلى العلي من قبل أخذه طريق شيخنا فقد على ذر المنى. ما أراد ربه الإله ولا من الخلق واصطفاه أخذ برد شيخنا تجاني لكي يكون ملجأ للجاني. أخذها من بابها المفتوح بسيدنا محمد النصوح. أبوه عبد الله وهو الأخضر لقبه وهو المستشير. وهو شريف نسب وحديق ومن برادة إرسال وعنده العلم على الطريق من أهل الإطلاق على التحقيق. وهكذا أطلقه وزاد في إذنه على الذي أراد بأن رأى في حكمه تأخرا عنه لما في حاله قد أبصرا. يعمل الفقه إلى ما أفقه من حامل الفقه وانتبه وقال لا غاية لي بغيره أنا له وهو لخلق داره. والأرض أرضه وآن حكمه والعلم ثم بعد ذاك علمه. ورفع الإذن على آياته فقومه وتلك من آياته. وقبل الشيخ بذاك مطلقا وقال أبوها الفرقا وطلب الاسم لديه والاسماء لما رأى لسره من الزمان. ولم يكن خليفة في أرضنا سوى الذي أخذ عنه شيخنا وذاك أخذ بالسيد الطاهر أعني أبا الطيبة ذا المآثر. أخذ واستقام في عمله وهو شريف كامل بشاره وذا من الشيخ عبد العباس أخذه طهر بهم أدناسي. أحمد قطب بمجمع الوجود من بعد صاحب سيد الوجود وذا من جده النبي أحمد وينتهي إليه كل الاقتداء. الله عليه الله والسلام ما دام فوق كل شيء سامي نسب هذا السند الشريف محقق الكمال والتشريف. أسراره ظاهرة المعاني لكونه ينمى إلى العدنان نسبه وأخذه وراثة أخيره في العد قطع الختم. وصار بعد أخذها إمامه ومن عداه دخل
أدخل السلام وجدد الطريق في الدراسة وأبدل الوحشنا بأنسها. جغب في الطريق من أتاه بالحال والمقال واصطفاه يقلبون عسفين ذهبا ومن أتى عن ربه لم يذهبا. ومن نهى من أولياء الزمن فصار عن طريق رب زمن يعطي جميع السر في العزم هاي ويجمع السر بسر الهاي. وذا لسر الاسم فيه ساريا أعني به المكنون أما الأولياء إلا من ارتقى مقام الختمية فالشيخ قد ورثها تبعيا. في داره الأنوار والعذكار وفي الطريق واضح منار أنفاقك الملك والقلب مليء من الزادة مع التوكل. والبيت ما فيه من الدنانير إلا معية الإله القادر لا حرث لا ملا نعم ولا سفر بل السؤال عنده من القار. شيء من مال عليه جاري إلا بسطوة اسمه القهار وصبره للجار والفجار وما جرى من حفوة الأخيار. كأنه حلو باصطبار في وجهه وهو كلاب النار وتعجز الأقطاب عن دعائه وتعجز الجبال عن أثقاله. إلا لجانب الشيوخ ينصرون لكثرة الأعداء رب فانتصر لولا الإله حافظ الأسرار لصار سره ضياء. جرت بحاره مع الأنهار في أعين الفجار والكفار والله ضوء الشمس ما ستره لكن بفضله ذعاس نوره. وكم ونحن نشرب شرابا إذ قد أتى من ربه الخطاب وقد يرى الرسول وهو يأكل من بيننا والأمر ليس مشكل. والشيخ والأقطاب قاريتونه ونحن في الكلام بيننا وهم فاختم لنا بختمهم بالمعرفة واجعل شهادنا بلا مخالفة. واجعل قلاعد القلوب عند من جعلتنا جواره في ذا الزمن إمامنا وشيخنا وقدنا حمى الإله فاحمي وأحمنا. إمامنا وشيخنا وقطبنا حمى الإله فاحمي وأحمنا بجاه خير الناس سيد العرب محمد وآله على الرتاب. صلى عليه الله حق قدره ولا أمر ليس شيء يدري. واغفر لنا واغفر لوالدينا والشيخ والآل ومن يلينا. قد انتهى بغيرنا من بعدنا إمام ختم الكرامة لو جامع الناس لوصف فيه من المقام كان مرد فيه. بالصبر والكرم والتوكل وبالولاية على كل ولي وبالزهادة بغير الخالق وحسن الإخلاق مع الخلائق وكثرة الأذكار والتكرار وكلمة الإخلاص في النهار وبقيام حق آل جاري وبالعطاء جملة الأذكار وخوض بحضرة المعاني وخوض بحر القرب بالتداري وأخذه الحكم من القرآن وباجتماع في المعاني وبالحديث وارد الرباني وبالحديث جد العدناني وبانتهاء جميع الطرق وباجتماعهم لديه حققي حتى تكون طرق الطريق ينجو بها الهالك والغريق والعلم لا شك يكون واحدا وقد يكون أمره كما بدا. سميته التثليث للدوائر على الختام بعد شيخ الأكبر
أبياته على وصف معدودة لا تجعلن دعوتنا مردودة. أبياته على وصف معدودة لا تجعلن دعوتنا مردودة. أبياته على وصف معدودة لا تجعلن دعوتنا مردودة. لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله. ممن قد جاء حمدا لمن جعل أولياءه وسيلة له ممن قد جاء حمدا لمن جعل أولياءه وسيلة له ممن قد جاء إرادة بذاك أنبياء والكل بالصفاء قد أشاء. وضربت أمثال للأمثال حشا وإن يعرف في التمثال لأنه عما في قلب يخطر جل وما في العين قد يصور. مخالف لخلقه بكل ما يصدر منه أو لما توهم وليس يعرف بغير فضله وبالدليل أعني أصل خلقه. أما دليل العقل إن البطلة فقد يضل بنا قد جاءنا رتبة خير الخلق من خالقه ورتبة النواب بعد نقله. من دارنا إلى جوار ربه صلى عليه حقه وقدره وارضى عن الشيخ وعن وارثه عن حمى الإله من كفاره. وبعد ما لم وفق الإله أنا وأنت لله يرضاه يا سائلا عما من الدوائر على ثلاثة ميلاد حول. دائرة الخالق والخلائق والبرزخ الذي في الأمر مطلق. دائرة الصفات والأسماء والذات فاجعلا بها بقائي. دائرة اليقين علم كذاك عينه وحقه والنذر دائرة الكون في علم القدر وعدم الأرواح والتظاهر. دائرة الملك كذا الملكوت وزر مع ذات الجبروت. دائرة التكليف للإنسان والجن والأملاك يا إخواني. دائرة الموت أو الحياة والبعد يوم كل نفس تهدي. دائرة لكلمة الشهادة.